تعالي نشوف بقى الجمال دون احنا عملناه ازاي من ميكس. دي ميكس طحينة يا جماعة، هتعجبكم جدا. بصوا القوام. لو اول مرة تشوفي قناتي دوس على كلمة اشتراك باللون الاحمر وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. بصوا الجمال والقوام يا جماعة، بجد هتدمنوها وهتتبعوها رمضان. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. مقادير سهلة جدا وبسيطة ومتاحة في كل بيت. معانا هنا ربع كيلو سمسم زي ما انتوا شايفين كده ابيض اهو، ومعانا كوبايتين فول سوداني. السمسم ابيض كده زي ما انتوا شايفين اهو، ومعانا كوبايتين فول سوداني بنفس المعيار. الكوبايه دي كوبايه الشاي، انا معايره بها الدقيق يا جماعه، وكوبايتين دقيق نفس المعيار. كوبايه الشاي العاديه اللي احنا بنشرب بها الشاي، وده الزيت اللي هنستخدمه برضو كوبايتين. خلاص، دي المقادير اللي معانا. بس ده كده ربع كيلو سمسم، وده يعتبر ربع كيلو فول، لان كوبايتين برضو ربع كيلو. قلنا حاجة بسيطة جدا ما تذكرش، يعني نص كيلو بالمجمل كده. المكونات الفول والسمسم نص كيلو. خلاص، هنعمل ايه مع بعض دلوقتي؟ انا هقول لكم السمسم هنا على اساس ايه نعرف المعيار. الربع كيلو هو طلع كوبايتين من نفس الكوباية دي برضو، ومعلقتين كبار. انا هاخد السمسم احمصه دلوقتي على النار، لازم يتحمص. خلاص، انا حمصته اهون يا جماعه، وهحطه في الطبق هنا يبرد شويه، وهسيبه يبرد شويه كده عقبال ما احمص ايه الفول. خلاص، هنستبعده كده على جنب. طبعا الرخامه بتبقى نضيفه يا جماعه، ببقى منضفاها قبل ما اشتغل. هنحط الفول هنا وهناخده برضو نحمصه. انا بعد ما حمصته هنا سخن على ايدي اهو، حطيته برضو يهدى شويه في الطبق بتاعه. هنسيبه يهدى كده، وهناخد الدقيق برضو نحمصه اهو. كوبايتين دقيق برضو هناخدهم نحمصهم. لازم كل المكونات تحمصيهم. خلاص، انا حمصت الدقيق اهو. انا باخدهم احمصهم يا جماعه، بقول لكم الخطوه اللي بعملها. دقيقتين كده على البوتاجاز على اساس ما اطولش عليكم في التصوير في الفيديو يعني. خلاص، انا حمصت كل المكونات. هحط بقى السمسم اهو، زي ما انتوا شايفين، وبعدين هحط الفول. الكبه دي اصلا يا جماعه ما بطحنش فيها كويس، فانا جبت الكبه التانية مع انها بتطحن اللحمه كويس جدا. حطيت الفول اهو، وهنبدا ايه نحط كده اللي نقفلها اهي، وهنطحن. طبعا ايه ما تطحنش معايا كويس زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنطحن بقى كده، نبدأ نطحن. بسم الله. هنبدأ نطحنه بقى ايه، يتطحن لغاية ما يبقى معاكي ايه عجينة زي العجينة بالظبط. بس للأسف هنا انا اول مرة اعمله صراحة في دي، فقلت ما اجربه فيه عشان اعمل الكمية كلها مع بعض، فما اتطحنش ايه كويس، ما طحنتهوش كويس. فانا جبت الكبة التانية بتاعة الخلاط اهي، وعملته فيها. خدت نص الكمية وعملتها. شايفين بقى الفرق؟ دي جميلة جدا. انا عاملاها فيها قبل كده، بس قلت اما اجرب التانية دي على اساس ان انا اعمل الكمية كلها مع بعض مرة واحدة. دي خدت نص الكمية عملتها في دي. بصوا اهي زي ما انتوا شايفين كده اهي، بقت سايلة خالص. هنحطها بقى هنا في ايه، في الشفشة زي ما انتوا شايفين، شفشة الخلاط لان هنشتغل فيه اهو. عجينة هتخليها لك عجينة. لو عندك الكبة دي اعمليها فيها، افضل بيها منها من التانية دي بكتير. خلاص اهي.
هنحط بقية الكمية نصها التاني. الكمية دي بقى يا جماعة هطحنها اكتر من دي كمان، هتبقى خالص مية لغاية ما هتبقى مية. هحط نص الكمية كلها مرة واحدة عشان ايه تبقى مرة واحدة. وكل ما بملاها الكبة دي بتعمل احسن، يعني الطحن بتاعها بيكون افضل. خلاص. وهنطحن برضو الكمية دي ونروح نطحنها. اتقفلي معصلجة. خلاص اهي. بصوا بقى الكمية دي انا طحنتها بقى ايه، قرصت عليها جامد. بصوا هوريها لكم مية دلوقتي، مية خالص. بصوا، وده افضل نتيجة يا جماعة اهي، افضل نتيجة. افضل نتيجة تاخديها اللي هي دي. شايفين عاملة ازاي؟ مية خالص اهي. خلاص كده انا هحطها في الخلاط زي ما انتوا شايفين اهو. بقت عجينة خالص اهي. وهنحطها في الخلاط كده اهو. وهنضربها. هنحط كوبايتين الزيت. ادي كوباية، اول كوباية، ودي تاني كوباية معانا اهي. خلاص. وهنضربهم مع بعض. ضربتهم اهو، السمسم والفول والزيت مع بعض. هنعمل ايه؟ هنجيب الدقيق بقى، هنحط نص الكمية زي ما انتوا شايفين كده اهو. وهنضرب ايه نص الكمية مع الخليط دون. انا ضربت نص الكمية اهو. هنحط بقية الكمية ونضرب برضو. احلى طحينة ممكن تعملها بالطريقة دي. بصي مش هتفرقي بينها وبين الطحينة اللي هي من السمسم الخالص. بصوا بقى النتيجة، بصوا القوام والنتيجة تحفة. تحفة بجد، ان القوام والنتيجة تحفة. البرطمان ده كيلو اهو. بصوا كده كيلو، كده كيلو طحينة. ده كيلو طحينة اهو. نظافة وطعامة مفيش بعد كده. هنجيب دون نص كيلو، ده برطمان نوتيلا. هنحط برضو هنملاه هيطلع نص كيلو. يبقى احنا عملنا كيلو ونص طحينة من نص كيلو سمسم وفول اهو. بصوا اهو. ولسه شوية صغيرين خالص في البرطمان اهو. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وريت تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يا ريت الطريقة تكون عجبتكم، حلوة جدا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ينعاد عليكم بالخير يا رب. اتبع الوصفة دي حلوة جدا. مش هتفرقي بينها وبين الطحينة اللي هي بالسمسم الخالص. مش هتبان خالص ان هي محطوط فيها فول. اللي هياكلها هيفكر ان هي بطحينة سمسم عادي.